وجوب النصح للأبناء، وجوب النصح للآباء، وجوب النصح للأمهات، وجوب النصح للأقارب، وجوب النصح لجميع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأولى الناس بك هم أولادك وخاصة بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم في مهد الدعوة جمع أقرباءه حتى أمسك بيد ابنته فاطمة وقال لها: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ابنك ستحاسب عليه يوم القيامة، بنتك ستسألي عنها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فستسألون عن تربيتكم وعن أخلاق أبنائكم، عن صلاتهم وأقوالهم وأفعالهم وكل شيء. قد يكون هناك رجل صالح وابنه فاسد واجتهد في تربيته، هذا قدر الله، ولكن المهم أن يكون قدم ما يرضي الله للنصح والإرشاد لأبنائه. واعلم: وقفوهم إنهم مسؤولون.